انا متاكد ان هذه القصه ديال اليوم تقدر تصدمك شويه وتبدل لك الطريقه ديال التفكير ديالك في الحياه. تقدر الا كنتي تفكر بطريقه سلبيه تولي تفكر بطريقه ايجابيه. فعلاش من بعد ما تكمل هذه القصه تقدر اي حاجه ممكن. فالقصه ديال اليوم ديال واحد الفتاه نيوزيلنديه نسبه الى انها تزادت في نيوزيلندا. تايلا كلامنت كتبلغ من العمر 26 سنه. زادت بواحد المرض اللي هو نادر بزاف. تزادت بمتلازمه ماكلس. هاد المتلازمه غتكون لها عقده في الحياه كينتج عليها شلل في الوجه واعاقه في حركه العين، وزائد انها كينتج عليها حتى صعوبه في الكلام. هادشي علاش كانت تايلا كلامنت ما كتقدرش تحرك فمها بزاف نسبة الى ان وجهها كان مشلل. هادشي علاش كانت كتلقى صعوبة في الكلام وصعوبة حتى في الضحك. يعني الا جيتي بغيتي تضحك معها صعيب انها ترسم ديك الضحك على الوجه ديالها. هادشي اللي ما خلاهاش تضحك عمرها كامل، يعني 26 سنة من عمرها عمرها ما ضحكات. بطبيعة الحال هاد الفتاة فاش بلغت من العمر ديالها 11 سنة قرروا والديها انهم يديروا لها عملية تجميل، ولكن للاسف هاد العملية من بعد اكتشفوا انها باءت بالفشل، ما نجحاتش. يعني واخا داروا لها عملية بقى الوجه ديالها كما هو. فهاد المرض الخبيث خلى تايلا كلامنت انها ما تكون حتى علاقة في الحياة الواقعية، يعني ما كانوش عندها صحاب ولا صحابات اللي تدوي معاهم ولا تضحك معاهم. فكانت فيما خرجات كتمشي بوحدها، فيما رجعات كترجع بوحدها، ما كان حتى شي واحد كيبغيها بهذا المعنى. يعني ما كانوا عندها حتى علاقات خارجية. فهاد الشيء اللي خلى تايلا كلامنت انها تصنع واحد العالم جديد في مواقع التواصل. فواحد المره قررت تايلا كلامنت انها تدير صناعه المحتوى. فدارت قناه جديده في مواقع التواصل الاجتماعي وبدات كتلوح فيديوهات متعلقين بالرياضه. فبالظهور ديالها في مواقع التواصل الاجتماعي خلى الناس انهم يعرفوا القصه ديالها وخلاها انها تعرف في مواقع التواصل الاجتماعي. وبهذا ولاو الناس كيعرفوها اكثر وولات محبوبه عند الجميع. وايضا ظهورها في مواقع التواصل الاجتماعي صنع لها واحد العالم جديد، خلاها تعرف بناس جداد وبمشاهير، ومن بينهم افضل رياضي في العالم لرياضه الركض. فبعد ما تعرفت عليه قرر واحد المره انه يدير معاه فيديو، وهادشي اللي خلى تايلا انها تولي محبه عند الناس اكثر وتعرف حتى هي اكثر. وهادشي اللي خلاها ايضا انها تستغل المنصه ديالها باش تعرف على ناس اكثر وتعرف على اي واحد حتى هو عنده نفس المشكل ديالها، يعني عنده اي متلازمه او اي اعاقه. يعني بصفه عامه اي واحد عنده مشكل كتمشي كدير معاه بودكاست. وهذا الشيء طبيعه الحال اللي زاد شهرة بزاف ولات معروفه، والقصه ديالها زادت انتشرات وداو عليها بزاف ديال اليوتيوبر. وهذا الشيء اللي خلى ان القصه ديالها تزيد تنتشر وتولي معروفه بزاف.